السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ أتمنى من ربنا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور. من نص كيلو كنافة هنعمل صينيتين كنافة زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، كنافة سادة وكنافة بالموز. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب كوبايتين من السكر ونحط عليهم كوباية من المية ونحطهم على النار عشان نبدأ نعمل الشربات. ونجيب الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها الكنافة السادة، ندهنها كده بالزبدة، وهنعمل الصينية بتاعت الكنافة بالموز في قارب انجليش كيك. هنبدأ كده ندهنه بالزبدة الصفراء، أي نوع سواء نيوزيلندي أو نباتي. هنجيب كده كوباية من السكر ونحطها على الكنافة اللي احنا مبيتينها في الفريزر ومفرفرينها كده زي ما انتوا شايفين، ونبدأ نضيف عليها كوباية من السمنة السايحة أو الزبدة السايحة، ونبدأ كده بسرعة نحط كمية من الكنافة في أول القارب كده، طبقة منها. بعد لما الكنافة كلها تتشبع بالزبدة أو السمنة اللي احنا بنستعملها، وهنجيب الصينية التانية اللي احنا هنعمل فيها الكنافة السادة، وهنبدأ كده نرص طبقة الكنافة بتاعتنا، ونحاول نبططها كده بهدوء علشان نكبس الطبقة بتاعتها كويس. كده الكنافة السادة كده تعتبر تمام، خلصت، فاضل ان هي تتحط بس في الفرن. هنبدأ كده نحط طبقة من الموز، شرايح الموز في قارب انجليش كيك، هنحط فيه الكنافة زي ما انتوا شايفين كده شكل جديد. نقطع كده الموز كده شرايح زي ما انتوا شايفين ونبدأ نرصها، وبعد كده نبدأ نحط الطبقة التانية من الكنافة. ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. هنوزع كده الطبقة بتاعت الكنافة من أول القارب لآخره، ونبدأ نطبطب عليها كده ونكبسها كويس جدا. هنكون مولعين الفرن بتاعنا ومستعدين لوضع الكنافة في الفرن. زي ما انتوا شايفين الشربات بتاعنا جاهز بعد ما حطينا عليه عصرة من الليمون والفانيليا. تمام. هنخلي الجزء التاني ده هنضيف عليه شوية من ريحة الموز، شوية من ريحة الموز، الصنص الموز. تمام. هنجيب موزاية كده كده نقلب قصنص الموز اهو في الشربات، هيديني طعم وريحة فظيعة جدا مع الموز الاصلي اللي انا حطيته في الكنافة. هنبدأ كده نقطع شرايح الموز، نعمل كده شكل كويس في الطبق بتاعنا. يا ريت كده يكون كله شبه بعضه ومتساوي، وهنبدأ ننزل عليه الكنافة بتاعتنا بالشربات زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، حاجة جميلة قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت عشان يوصلكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.